السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك عليكم. النهاردة ان شاء الله بعمل ميكس الكنافة والبسبوسة في صينية واحدة، حلو يعني يخطف القلب وهيبهر ضيوفك ان شاء الله. جربوه، انا متأكدة انه هيعجبكم. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل الجمال ده ازاي. بسم الله. اول حاجة هبدأ جهز الشربات. انا عايزة الشربات خفيف مش تقيل، فحطيت كوبايتين سكر وعليهم كوباية ونص مية، وهعصر عليهم نص ليمونة، وبقلب تقليبة بسيطة وهرفعه على النار. اول ما بيغلي بهدي النار تحته وهسيبه مدة 7 دقايق، وبعد كده بضيف له معلقة صغيرة فانيليا وبطفي عليه النار. كده الشربات بيكون جاهز، هركنه على جنب. ومعايا هنا نص كيلو من الكنافة المتفرزة، كنت حطاها في الفريزر لغاية ما اتجمدت، وببدأ أفتت الكنافة وأنعمها عشان متفرزة فبتتفتت معايا بكل سهولة. وممكن لو حابة اضربيها وافرميها في الكبة هتنعم معاكي. ولو كانت الكنافة اللي عندك طرية يعني لسه جايباها ملحقتش تتجمد، فحطيها في الكبة وفرميها هتتفتت معاكي وتنعم. ولو عندك وقت ومش مستعجلة حطيها في الفريزر مدة ساعتين هتتجمد، وبعدين بتفتتيها بإيدك مش هتحتاجي الكبة. وده بيكون شكل الكنافة بعد ما نعمتها كويس قوي بالشكل ده. ولو لقيتي فيها قطع بتكون كده متكتلة وناشفة فبتشيليها وتستبعديها. ودلوقتي معايا كوباية من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، بنجيبه سايب من عند العطار معلهوش أي إضافات. هحطه على الكنافة وابدأ أقلبه معاها واخلطه عشان يتوزع كويس مع الكنافة ويختلط بيها. وبحط معلقة صغيرة من الفانيليا بتدي ريحة حلوة قوي للحلويات. والإضافات اللي هحطها دلوقتي دي اختياري، يعني تقدروا تستغنوا عنها لو حابين. بحط معلقة كبيرة من السكر البودرة. السكر البودرة لما بيدخل النار هيتكرمل ويدي تماسك وقرمشة حلوة قوي للحلويات بتاعتنا. وبضيف معلقة كبيرة من جوز الهند، وبقلب وبخلط كل المكونات اللي ضفتها ديت مع الكنافة ودقيق البسبوسة. ودلوقتي معايا أهم إضافة، دي كوباية إلا ربع من السمن. تقدري تستخدمي السمن النباتي، ويا سلام لو تعمليها بالسمن البلدي بتكون خطيرة، أو اعملي ميكس من البلدي على النباتي زي ما أنا عملت كده، بتكون حلوة قوي. وبنضيف السمن شوية بشوية بالتدريج، ما تضيفوهوش مرة واحدة عشان الكنافة ما تعجنش معاكي وتتكتل. وببدأ بخلط السمن مع الكنافة والبسبوسة، وببس كده بين ايديا عشان السمن يختلط كويس بالكنافة وحبات السميد. وهنا السمن يدوب انا مسيحاه مدفياه على النار لغاية ما السمنة ساحت. ما تسخنيهاش قوي علشان لو السمنة سخنة الكنافة هتعجن معاكي. بفرك بإيدي كده الكنافة ودقيق البسبوسة بالسمن عشان يتشربوا السمن كويس. محدش يقول ان كمية السمن دي كبيرة، احنا عارفين ان نص كيلو الكنافة ليه كوباية من السمن، وكمان هنا متضاف للكنافة كوباية من دقيق السميد. لازم الكنافة عشان تطلع مظبوطة معاكي تديها كمية السمن المناسبة ليها، تتشرب كده من السمن وتتفرج بيه كويس علشان تدينا الطعم الحلو وما تطلعش ناشفة. خلاص كده تمام، وزعت السمن واتأكدت ان كل جزء وصله السمن واتغلب بيه. دلوقتي جهزت صينية من صواني البسبوسة، دي اكبر مقاس، دهنته كويس بالسمن وهبدأ اوزع في خليط الكنافة ودقيق السميد. مش بحط الكنافة كلها مرة واحدة، بوزعها شوية بشوية عشان الكنافة ما تتكتلش في مكان واحد، وما يكونش جزء في الصينية أعلى من جزء، تكون كلها متساوية. وكل ما بحط جزء من الكنافة في الصينية بسويها كويس واضغط عليها بسها في الصينية بالشكل ده لغاية ما بخلص كمية الكنافة اللي معايا.
حطيت كمية الكنافة اللي معايا، ببدأ بكبس عليهم واضغطهم كويس قوي في الصينية، وبجيب صينية تانية يكون مقاسها أصغر وبضغط بيها على الكنافة عشان أسويها واكبسها كويس في الصينية. الخطوة دي بتخلي الكنافة بعد التسوية بتطلع متماسكة، ولما تيجي تقطعيها بتطلع معاكي القطعة بقطعتها متساوية ومتماسكة ومنتظمة وشكلها حلو. وبعد ما سويت الكنافة معايا دلوقتي ربع كوباية من السمن. فاكرين في الأول حطينا كوباية إلا ربع من السمن، وده بقية الكوباية اللي المفروض تتحط لنص كيلو الكنافة زي ما اتفقنا. ببدأ بوزع السمن بالتساوي على كل مكان على سطح الكنافة عشان تطلع واخدة لون موحد، لون ذهبي جميل. بعد ما وزعت السمن بالتساوي على وش الكنافة، ما خدتش السمن كلها، اتفضل حوالي معلقتين من السمن كده، يكون كل كمية السمن اللي اتحطت في الصينية دي كوباية من السمن. وبالمعلقة كده بوزع السمن واخليه يوصل لكل مكان على سطح الكنافة. بالنسبة للتسوية بدخلها على فرن سخن مشغلاه من حوالي 5 دقايق قبل ما احطها على درجة 180. بحطها على الرف الأوسط. أول ما بلاقيها أخدت لون ذهبي من الجوانب وفصلت من الصينية، بشغل لها الشواية دقيقتين 3 تاخد لون ذهبي من على الوش. مدة التسوية بتكون من 20 ل25 دقيقة أو حسب درجة حرارة فرنك، وبتخرج بالجمال ده على طول وهي سخنة. بسقيها بالشربات. الشربات هنا كان دافي عشان طبعا فيها دقيق البسبوسة، لازم بنسقيه بشربات دافي أو سخن عشان يتفتح ويطرى. ولو انتي حباها تكون طرية زي البسبوسة اسقيها بشربات يكون سخن لسه منزلاه من على النار. اما لو عايزاها تكون طرية من جوه وفيها قرمشة خفيفة من بره فاسقيها بالشربات الدافي زي انا ما عملت كده. خدت كل كمية الشربات اللي عملتها، وانا دايما في صواني الكنافة بحب اقلبها على الناحية التانية واسقيها بكام معلقة من الشربات عشان الشربات يوصل لكل جزء فيها وما يكونش فيه حتة مش متشربة من الشربات. وبسيبها لغاية ما تتشرب الشربات كويس وتبرد. ما ينفعش تتقطع وهي سخنة عشان فيها دقيق سميد، لازم نسيبها تبرد عشان لما نقطعها تكون متماسكة. وتعالوا بقى شوفوا الجمال والحلاوة، متماسكة ولونها ذهبي جميل وطعمها مفيش أحلى من كده. ميكس خطير بيجمع بين الكنافة والبسبوسة، طرية ودايبة من جوه وفيها قرمشة خفيفة من بره. جربوها، أنا واثقة إنها تعجبكم واعملوها لضيوفكم هينبهروا بيها، مش هيعرفوا هم بياكلوا كنافة ولا بسبوسة وهيسألوكي عملتيها ازاي. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتوا. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.